عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام. احنا كشعب مصري عامة شعب مبدع جدا في اختيار الكلمات، او ان احنا نطلع بكلام معين ونخليه دارج. ونخليه دارج ما بيننا. كلام بيبقى غريب جدا في الاول، بتبقى مستغربه وبتبتدي تتريق على اللي بيقولوا لك اول مرة، بعد كده بتلاقي نفسك ان انت بتستخدمه فيما بعد يعني بتضطر تستخدمه عشان هي خلاص بقت لغة اللغة الطبيعية بقى للناس. فمن الحاجات اللي احنا مبدعين فيها قوي، والاختراعات اللي احنا بنطلع بيها في الكلام، هي الجمع بتاع بعض الكلمات. اشهرهم كنزات. بحب الكنزات قوي. يعني هي خلاص بقول لك مش انت ساعات بتقول كنزات وانت عارف ان هي غلط؟ كنت بس عرفت من ساعه ما يعني خدت بالي ان هي بتقول كانت يعني كنايه بس مع ان هي كان كنايه نمصرها كده بالظبط. بحب التاتش المصري بتاعنا كده برضه طبعا بيفرق. في عندنا جمل زي فعلا زي ما فانا كانت لسه بتقول كنزات، بتقول مثلا يقول لك احنا نطلب ايه، نطلب بتايز. في حد تاني يقول لك بتز. انا بحب قوي بتايز ماشي. في حد براجل. في حد تاني بقى يجمع الكفت، يعني مثلا يقول لك هناكل كفت ومحاشي. كفت حاضر. نبعت نجيب، حاضر عينينا مفيش مشكله. هي خلاص بقت لغه. طبعا الجزمه في ناس تقول لك الشوز، نجيب شوزات. في حاجات كتير قوي بتتقال عندنا في جمع. الناس بقت تجمع يعني لو في مثلا في رمضان في كذا نوع شوربه، يقول لك ابتدي بالشرب لما شوربه. ففي حاجات كده احنا مبدعين فيها عامه. وبقى في الاول كنا بنستغرب الكلام ده، وبعد كده بقيت تستخدمه، لان انت لو ما استخدمتوش محدش يفهم، يعني فاهم قصدي؟ هيبص لك نظره كده ايه يعني في انت بتتنطط علينا ولا ايه؟ تبقى عامل زي الصفحه بتاعت ايجيبت كده بالظبط، نشرب شربات. عارف القصه دي؟ فاحنا هنتكلم دلوقتي في بعض الكلمات. الجمع كمان بالنسبه لي اللي هو يعني انتوا صح بتهزروا. صح. الجمله نفسها جمع، بتجمعوا الجمع نفسه تمام، بس في الاخر لغه لذيذه ولغه بنستخدمها وكل شويه بيطلع حاجه جديده، وبنحب نبقى عايزين نعرف ايه الجديد ونستخدمه. على المدرسين يعني. المساتر المساتر والميسات. ايه ده؟ طبعا معقوله؟ مساتر وميسات بجد؟ مساتر دي في سناتر. ماشي، سناتر موجوده برضو طبعا. شباتر. ذاكرت الشباتر اللي عليها. الشباتر كلها. يعني لا، واحنا في المدرسه في عز التعليم عندنا بالعربي. بالظبط، عندنا بالعربي ما احنا ممكن نقول عليها فصول، يعني ما يقول لك الفصل كذا كذا والشابتر هو الفصل. فاحنا الشباتر. فاهمه قصدي؟ يعني والله احنا لذيذ ومسليين جدا طبعا، يعني عشان ما نزهقش بقى نحب نجدد في الكلام كده. صح. البنطلون بنقول عليهم بناطيل. البناطيل دي بتتقال كتير قوي. تخشي تقولي لبنتك شيلي البناطيل اللي على الارض. امال عندكم بناطيل؟ وش كده لازم نخش في محلات. عندكم الشام. بناطيل وجياب. يلا يا يوسف، احنا لا عندنا قاموس، لو بدأنا مش هنخلص يعني الحلقة، ممكن نكمل بيها عادي، مفيش اي مشكلة. جمع بلوزة ايه؟ بلايز. طبعا أول مرة أعرف يا ابني. انت ما تهزرش بقى. بلوز. حسيت اللي هو دي اللوز. ماشي بلوزة بلايز. حاضر. جمع كوباية كبابي. ثانية واحدة. استنى خد دي بقى. جمع بطارية. قول. بطاري. بطاطير. اهو بقى. لا ده مين يعني جمع كوبايات اصلا، هي كوبايه مفردها هي كوبايات مفردها كوبايه. فكوبايات اصلا جمع كبابي. فهو قال لك كبابي. وبطاطير. انا الصراحه كبابي دي مش مثلا ما سمعتهاش. لذيذه كمان. ما سمعتهاش. هي ما اعتقدش انها موجوده، يعني ان هو لما حد يقول لي شيل الكبابي فاحس اللي هو الارمز يعني.
الارمات يعني دي افهمها. التاتش المصري طبعا لازم دي تتفهم يعني. ما تقول الارمات معنى كده ان في اكتر من جهاز انذار شغال او بتاع او منبه يعني. بس كبابي مش داخله كبابي دي وبطاطير وبتاع مش ايه ده. انا كنت بقول لك على شورت، جمع شورت ايه؟ شرطه باين، شرطه يعني شورتات اوقع ولا ايه؟ اكيد اوقع يعني. شو كل واحد والاوقع ليه برضه، خد بالك. جمع ريلزات يعني هم عاملين هو جمع ريلز بس احنا بنجمع الجمع ريلزات قال لك اتك على الزين كده ريلزات. في ايه تاني يا جماعه؟ ده غير طبعا ان في مصطلحات دايما بناخدها من الحاجه اللي بتتعمل فبتبقى فعل. بمعنى اتكلمنا قبل كده وقلت لك على الموضوع ده حد مره، مش فاكر كنت في محطه سبقاني قبل كده وحد بيكلمني قال لي وانا قاعد كنت بفزبك على بيقول لك بفزبك. هي اصلا صعبه يعني. الواحد لما بيختار كلمات بيقول كلمات تسهل يعني. لو كلمه طويله شويه بنختصرها، فيسبوك فيس، واتساب واتس. بس ده عشان اختلاف اجيال برضه، عشان اختلاف اجيال ممكن والله ممكن. يعني مره كنت في شغلانه كده ولقيت حد من الشباب المؤثره على السوشيال ميديا بيقول لي بيقول لي بس انا خايف ان الفكره دي تكليش يعني تبقى كليشيه يعني. ماشي. بصيت له كده حسيت اللي هو مبدئيا اقعد عدل مبدئيا اقعد عدل وشوف حاجه، شوف الناس هتشرب ايه عشان بس عشان ما حدش يده. تكليش بس مفهومه برضه، فاهمه. بس هتقعد كده شويه ايه لا مش ايه، انت هتلقطيها من السياق يعني. انا برضه كليشيه يعني ممكن ما نقول خلاص. بس هم عشان جيل عايز كل حاجه اسرع وكل حاجه ليها اختصارات وكده، فهو كان بيتقال علينا نفس الكلام. خد بالك ما عشان احنا كنا جيل بيختصر هو برضه يعني ولغه مختلفه وعايزين نختلف وعايزين نتكلم كل ده حقيقي. ونقول حاجات مفردات اهالينا ما يفهموهاش عشان نحس ان احنا بقى كبار وبنعرف بقى اللي هو نتكلم. ايه مصطلح كنت بتقوليه اهلك ما بيفهموش؟ لا يعني المصطلح الكليشيه اصلا اللي هو خلاص بقى اهلي بقى هم اللي يقولوا لما حد يخش عليا وانا بتكلم في التليفون كان 500 فاكر 500 لا انا ما حضرتش لا كنا نبقى بنتكلم في التليفون. اكيد الناس عارفاه، اكيد في حد من اللي بيسمعنا عارفينه. تتكلم اكيد يعني مع صحابك في التليفون ومامتك تخش او باباك فانت مش عارف تكمل الكلام فتقول 500 بجد. احنا كنا يعني كنا قايلين بقى يلا مش مشكله. كان في حد وقت في امتحانات معينه كده تقول حاجه تنفع تتقال بعد اذنك قلقانه شويه منك. مش هينفع خالص بخصوص 500 بس يعني في حاجات كتير فعلا. الفرق الاجيال اللي بيختلف ده فانت بتحاول تواكب، بس في نفس الوقت في حاجات ما تحس ان هي ممكن ما تخشش يعني. كبابي دي بالنسبه لي ممكن تبقى مع اختلاف المحافظات المناطق انت اللي اسهل ليك. في ناس بتستسهل بقى تقوم قايله كلمه، حد واحد يقرر يختصر حاجه تبقى خلاص دي الكلمه. في فرق ثقافات في الكلام ده انا افهمه جدا. يعني افهم ان عمود النور في المنيا غالبا برضو صححوا لي برضو اهلنا اللي في المنيا يقول لك عليه الجزجه. مفهوم ان هي مختلفه. هو بيقولوا عليه جزجه زي الاسكندرانيه يقولوا على الجومه مثلا، على الاستيكه. على الجومه الاستيكه ولا اللبانه؟ لا الجومه الاستيكه، المستيكه اللبانه مثلا. ده اختلاف فده مفهوم. لكن فكره ان احنا خلاص وصلنا ان الكوبايه اسمها كوبايه هنا وفي الصعيد جمعها كوبايات هنا، ومش في الصعيد بقى الصعيد يقول لك كبابي. كبابي جمع كوبايه يعني ماشي. في عشان مهندس يعني فبيقول ان دايما في المواقع بيقولوا على البلاعه هي اسمها منهول، بيقولوا عليها مناهيل. دي كلمه دارجه وسط المهندسين يعني بيقولوا عليها مناهيل. عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي